هعمل معاكم النهارده كيكه من اجمل الكيكات، كيكه الرواني بطريقه سهله وسريعه وهتعجبكم جدا. اول حاجه هحضرها الشربات بتاع الكيك، كوبايه ونص من السكر على كوبايه ونص من الميه وعصره ليمون ورشه من الفانيليا، وهرفعهم على النار. هبتدي بقى ان انا اجهز الكيك. هجيب كوبايه من السميد، دقيق السميد، وكوبايه من الدقيق الابيض متعدد الاستخدامات، وكيس من البيكنج باودر، ونص كوبايه من الجوز الهند المجروش او المطحون، واقلبهم مع بعض كده واركنهم على جنب. هجيب بقى كبة او خلاط وانزل ب3 بيضات ونص كوباية من السكر ورشة من الفانيليا، وهضربهم كويس جدا لغاية ما السكر يدوب ولونهم يفتحي بالشكل ده كده. هنزل بقى بعلبة زبادي كبيرة ونص كوباية من الزيت، هخلطهم مع بعض كويس جدا لغاية ما يمتزجوا تماما. وهنزل بقى كل الخليط دوت على المواد الجافة بتاعتي واقلبهم تقلبتين كده. اهم حاجة ما اقلبش كتير، يدوبك بس كده الدقيق يتقلب مع المكونات السايلة ويبقى كده خلاص جاهز معايا. هجيب بقى صينية مقاس 30، هدهنها زيت واكون طبعا مولعة الفرن قبلها ب10 دقايق. هظبط بقى الفرن على درجة حرارة 180 رف اوسط. الخليط ده بيقعد في الفرن من 30 ل 35 دقيقة، ولو الحروف احمرت والوش لسه محمرش بولع الشواية لمدة 3 دقايق. بخرجها بسقيها طبعا بالشربات، الشربات بيبقى بارد وهي بتبقى سخنة. برش رشة من جوز الهند واسيبها 10 دقايق وبعد كده اقدمها وبألف هنا.